مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم راح يكون سريع، ما راح اسوي بيه مكياج، بس اريد احكي وياكم عن منتج الكل دا يحكي عليه. طبعا من ورا ما نيكي توتوريال، اذا تعرفوها هي هولندية، هم تسوي يوتيوب فيديوز تحكي عليه دائما. فمن وراها الكل قام يحكي عليه هذا المنتج وزين، واكو شويه منهم مو هوايه منهم قالوا انه ما اشتغل وياهم المنتج وما كان زين. فحبيت اني همينه اجربه وانطي لكم النتيجه. وطبعا نتيجه صريحه جدا، مو لانه نيكي توتوريال هي طبعا مثل ما نقول كبيره على اليوتيوب، يعني موجوده على اليوتيوب صار لها فتره وعندها ملايين من السبسكرايبرز. مو لانه هي حكت عليه وقالت زين لازم اني هم احكي عليه واقول زين، لا بالعكس، راح اجربه وراح انطي لكم رايي صريح بيه. اعرف حكيت هوايه تقولون شنو هذا المنتج اللي شوفينا اياه بس دا تحكين عليه وما دا نعرف. بس بالبدايه احب اقول لكم انه هذا المكياج مسويت لكم فيديو عليه، ان شاء الله راح تشوفوه ورا هذا الفيديو. ايش قد قلت فيديو طبعا اني. هسه خلي اشوف لكم المنتج اللي دا احكي عليه، اللي هو نيفيا شيف بام، نيفيا مان شيف بام. مثل ما قلت لكم نيكي توتوريال حكت عليه وقالت وهي تستعمله طبعا مثل البرايمر، يعني اساس للمكياج تخليه قبل الفاونديشن. وقالت بانه هو صحيح هو بماده الجليسرين، هاي الماده تخلي اي شيء تخلين عليه راح يلزق. فمن هيجي استعملته وجربته، فقالت انه دا يخلي مكياجها والفاونديشن مالتها يلزق على الوجه وما يتحرك اليوم كله. فمثل ما قلت لكم هي تستعمله از برايمر. فهو طبعا يجي بهالشكل وراني، يعني هيجي مثل مو ثيك. شوفوا اذا اسوي ايدي هيجي راح يجري، مو ثيك ابد، كاي برايمر راح يتوزع على الوجه ورا مرطب الوجه. طبعا يتوزع، تنتظرين لمده دقيقتين ثلاثه وبعدين توزعين الفاونديشن عادي حال اي برايمر. جربته اني من قبل، جربته ما شفته يعني انطى نتيجه واو، بس حبيت اجربه مره ثانيه. هسه اني خليته على وجهي قبل الفاونديشن، استعملته از برايمر، بس ورا استعملت هم من السماش بوكس فوتو ريدي، بس خليته على المناطق اللي بيها المسامات شويه كبيره ومفتوحه. بس للوجه كله عامه استعملت هذا، خليته. وهسه ساعة واحدة و9 دقائق، تليفوني مكسور ما عليكم بيه. 1 و9 دقائق خلصت مكياجي. راح ابقى بالمكياج الأطول مدة اقدر ابقى بيها، وراح اجربه. خلينا نشوف اذا صحيح راح يثبت مكياجي وما راح يخليه يتحرك، راح نشوف. طبعا اني بشرتي مثل ما قلت لكم دهنيه، خاصه بهالمناطق، يعني القصه الخشم كلش دهني. وعندي هالمنطقتين السمايل لاين، هاي المناطق اللي اضحك بيها دائما تتفطر. لو اي شيء استعمل، لو اي فاونديشن استعمل من الغالي للرخيص، دائما عندي مشكله ورا 3 ساعات 4 ساعات تبدي هالمنطقة تتفطر. فخلينا نشوف إذا هذا راح يحل هاي المشكلة، وإذا ما حل هاي المشكلة ما راح انصدم، لأن أنا قلت لكم جربت أكثر من شيء وما فاد وياي. فخلينا نشوف شو راح يشتغل ويا بشرتي الدهنية. صحيح راح يخلي الفاونديشن يبقى والمكياج يبقى لمدة أطول. راح نجرب وراح نشوف، وقلت لكم راح احاول ابقي المكياج الاطول فتره ممكنه، وارجع لكم ورا ساعات واقول لكم واشوفكم بالكاميرا شلون المكياج، اذا ثبت وبقى او اذا المنتج ما سوى شيء. نرجع بعدين. رجعت لكم وهسه ساعه 4:10 تقريبا، يعني هاي صارلي 3 ساعات و10 دقائق من اني اخر مره سويت المكياج. قلت لكم راح ارجع حتى اقول لكم صار وياي.
خليت المكياج بالوحدة على الأساس إنه أني العصر طالعة، بس مع الأسف ما تحملت. هاي صار 3 ساعات وما تحملت. ردت أشوف لكم صار بالمكياج قبل ما أشرح. بس خلي أتقرب شوية حتى تشوفون. إذا تشوفون ما أعرف تبين بالكاميرا لو لا، هالمنطقة كلها شلون الفاونديشن متفطر ومبين، يعني طبقة ثخينة عبالك قاعد يعني على البشرة، ما مندمج ويا البشرة مالتي. وهنا همينة شوية. بس ردت أقول لكم ما تحملت أبقى المدة أطول، لأنه مدى أتحمله للمكياج على بشرتي أكثر من هيجي. والمكياج دا يبين، ما أعرف، دا يبين الفاونديشن مفطر، ومدى أحب الطريقة اللي دا تبين على الوجه. بس الثلاث مرات الأولانية اللي استعملت بيه هذا المنتج نفس الحالة صار بيها. الفاونديشن تفطر بهالمنطقة وبهالمنطقة. فقلت أجربه مرة ثانية حتى نشوف، يمكن تتعود بشرتي عليه. بس مع الأسف بشرتي ما تتعود عليه. حبيته هذا المستحضر؟ لا، ما حبيته. أنصح بيه أو ما أنصح بيه؟ ما أقدر أقول لكم، لأنه حسب. أكو بنات استعملوه حبوه ورهم على بشرتهم، أكو بنات ما حبوه. أنا واحدة من البنات. ما أريد أقول لكم لا تشتروا وبعدين واحدة بنية تروح تشتريه ويرهم على وجهها، بعدين تيجي تقول كارولين قالت لا تشترون هذا مو زين، بس أنا حبيته ورهم على وجهي. فتريدون جربوه مو مشكلة، لأن هو أصلا مو غالي ومتوفر بأي مكان بالعراق، بكل الدول متوفر. بالنسبة إلي ما رهم علي. وأكو هواية برايمرز خاص، هو يعني مكياج بعد للمكياج، لأنه هذا أصلا مو برايمر، هذا مسويه للرياجيل حتى يزينون وبعدين يخلوه على الوجه. بس احنا البنات لازم نتحشر ولازم نصير حشريات ونجرب كل شيء. وطبعا هذا الشيء ما بيعيب. واني كنت من مشتريته كان عندي امل كلش كبير انه يرهم لي وانه اني هم احبه، لانه مثل ما قلت لكم رخيص ومتوفر باي مكان وعلبته كبيره، يعني راح يكفيني قرون. ان شاء الله يا ربي هذا الريفيو عجبكم واستفادتوا منه. واذا حابين تشوفون ريفيو عن اي منتج او مستحضر ثاني قولوا لي، ان شاء الله اقدر اسوي لكم اياه بالفيديوهات الجايه. واعوفكم امانه الله، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي.